الكتاب ده معمول علشان يكون ليك صاحب يغير معاك طريقة تفكيرك في حياتك. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. ليه بقى اخترنا الكتاب ده علشان يكون رافقنا في الفيديوهات في الايام اللي جايه؟ تخيل ان احنا معانا 13 فصل، وكل فصل بيقدم لك مجموعه من المفاتيح اللي ممكن يساعدك انك تفتح ابواب جديده في حياتك. جو بقى اصحى الساعه 5 الصبح، خد لك دش ساقع وانزل اجري مع الناس في الشارع واجري ورا الكلاب. لا، شايف دي ورقة عمل موجودة بين كل خطوة والتانية علشان تبقى بتمسك ورقة وقلم وتبدأ تحل وتكتب، وتبدأ بشكل أكبر إنك تحاول إن يكون ليك وقت مع نفسك، مش مجرد قراءة وخلصنا الكتاب وركناه. تفاعلك مع الكتاب ده عن طريق إن أنت تجاوب على الأسئلة اللي موجودة وتحلها بإيدك، هو ده اللي بيعطي الكتاب قيمته، وهو ده اللي بيديك فاليو حقيقية بتكتشفها مع نفسك. ومع كل فصل من الفصول دي فرصة كويسة إن أنت تتعرف على نفسك وتكتشف حاجات عنها. مثلا في صفحة 21 هتلاقي حاجة اسمها جدول المتابعة، وفكرة إن يكون ليك هدف واحد في خلال اليوم علشان تشوف هتعرف تحققه ولا لا. ولان علاج مشكله عدم تحقيقك للاهداف هي اصلا جايه من ان احنا مش بنعرف نحط اهداف لينا، زي مثلا ان اقول انا عايز فلوس او عاوز اسافر. وعلشان كده في صفحه 22 هتلاقي عندك 7 اسئله وتحاول تقرب من هدفك وتفهمه صح. فانت محتاج الهدف ده لذاته ولا محتاجه علشان حاجه وراه؟ مثلا في صفحه 128 في نشاطات مخصوصه علشان تجاوبها وتنفذها، لمجرد بس انك تتخلص من شعور القلق وشعور انك دايما قلقان وحاسس ان في حاجه بتجري وراك. كتاب 52 مفتاح للحياه كنت ناوي اقراه بشكل سريع، لكن الطريقه وتقسيم الكتاب والبنش مارك والحاجات والاكتيفيتيز اللي موجوده جوه اجبرني ان يكون صديق ليا في الفتره القادمه، وان يكون جزء اساسي فعلا من يومي. وعموما الكتاب ده هيكون معانا في رحلتنا القادمه باذن الله، عشان لو حبيت تبداها معانا فهتلاقوا لينك الكتاب تحت. ودي فرصه كويسه ان احنا كلنا هنبقى في جروب واحد وبنتابع تاسكات الكتاب ده مع بعض علشان نشجع بعضينا. عموما لو عايز الكتاب فهتلاقوا اللينك في الديسكربشن. اشوفكم على خير.